السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة عن منتجات كورية او منتجات صينية جبتها من ميسو. قبل ما نتكلم عنها، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلك على طول. هبدأ الاول بالبلاش جيلي بلاشر بس جيلي، عامل زي بتاع اسمه ايه؟ والله نسيت اسمه. بتاع ميلك، عامل زي بتاع ميلك بالظبط. بصوا، ده عبارة عن لونين. ادي اول لون، بصوا اللون، خلي بالكم يا جماعة عشان ثابت جدا، بيتلف وبيطلع لفوق. وده تاني درجة اللي هي دي، في منه درجتين، انا اخترت واحد واخترت اتنين. بصوا دي واحد، دي اتنين. شايفين؟ هو عبارة عن بلاش بس تقيل. بصوا، مش عارفة هل هو يتحط في تلاجة ولا ايه، عشان انا حاسة ان هو بدأ يسيح. يعني مش عارفة يعني هل هو كده ولا كده. بصوا اصلا شكله، بصوا شكله ده اخره. حلو قوي 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 قوي، حلو جدا. الباكجينج بتاعتها حلوة كمان. البتاعة دي حلوة عشان بتحافظ عليها، عشان لو انتي حاجة معاكي عشان ما تتبقعش منك، فدي حاجة حلوة. تاني حاجة، طبعا الحاجات دي هتطلع بأعجوبة عشان هو ثابت للأسف، ف كده يعني. تاني حاجة اللي هي الليب ستيك، اللي هي دي انا جبتها زي الليب بالم. الليب بالم دي خطيرة خطيرة خطيرة. بصوا، هي عبارة عن انت بتشيل الحتة دي كده، بس انا مش هشيلها كلها عشان مش عايزاها تتلوث، وفي نفس الوقت بتلفي. شايفين معايا؟ بنلف مع بعض. اهو شايفين اللون طلع، شايفينه؟ هنضطر نشيل دي. بصوا كده، بصوا اللون بدأ يجي، شايفين؟ ايه اللون ظهر. الحمد لله على السلامة. بصوا، هو عبارة عن كده، حاجة كده بتاخدوها وتحطوها على شفايفكم زي المرطب بالظبط. ريحته الله، ريحته حلوة قوي، وكمان كيوت كده في نفسه كده. الله جميل. منتجات كورية شفتها قبل كده، كان في فيديو في الكوري، فمش عارفة يعني هل هو ده كده ولا ايه يعني. تاني حاجة كمان او تالت حاجة اللي هو البلاشر ده. بلاشر ده ستيك حلو، نظامه زي اللي هو زي إيلف، زي كيكو كده. بصوا، زي بتاع شيجلام، ناحية تلفي بيها البلاش اهو. تعال نشوف درجته. واو، درجته والله رهيبة. وتاني واحدة اللي هي دي، بصوا كده معايا، دي اللي هي الاسفنجة اللي احنا بنوزع بيها. هل هتوزع بيها ولا لأ؟ وزعت والله، عملت يعني. الله، لا انا كبهير انبهرت. بعدين كمان جبت ده من عندهم برضو من ميسو. ده عبارة عن بلاش بس بال بالسفنجة بتاعته. بصوا، تحطوا حطوا صباعكم كده، صباعكم مش عارفة ازاي، حاجة صغنونة قوي. تحطوا صباعكم كده وتفتحوا البتاعة دي كده وتاخدوا من هنا. يا حرام، مش عارفة هينفع ولا لا.
بيطلع والله اهو صغنون حرام. بصوا كده هو كريمي، شايفين انا بضغط عليه، شايفين كريمي. ف حاجة رهيبة يعني. بصوا دي صورته عشان خاطر لو حابين تشتري منه. دي صورته اهي. دي درجة كام؟ دي درجة كام؟ دي مش مكتوب عليها درجة كام. مش مكتوب. وده اللي هو الليبستيك جيجي بار. وده اللي هو البلاش من كاكاشو. ده درجته برضو مش مكتوب درجة. اخر حاجة بقى اللي انا مخليها للحلويات البراش. انا عندي براش الحمد لله يعني وعندي، بس انا ليه جبت البراش دي؟ اول حاجة جبتها السبب ان انا لما اروح سفرية وكده ما بحبش اخد معايا حاجات كتير، فما بحبش اخد معايا فرش كتير، لان انا الفرش للاسف بحب اغسلها على طول حتى لو انا مستخدمتهاش عشان خاطر التراب وكده، فاهمين؟ هي مش هتفتح. فدي اول حاجة اللي خلتني ان انا اجيب الفرش دي. تاني حاجة ان انا اجيب الفرش دي ان هي تنفع في الشنطة بتاعتك من غير اي زحمة خالص خالص. دي عبارة عن اسفنجة لو انت عايزة تحطي الكونسيلر بيها، عايزة تحطي الكونتور بيها. اما دي فيها البلاشر. افتح لها. انا متأكدة ان دي فيها البلاشر يا جدعان، ما محدش يزاولني. اهي البلاشر، شايفين؟ البلاشر بتاعها شعرها ناعم بس مش قوي. دي كده بتقفلها. ليه بتقفلها دي كده؟ عشان تبقى كده، عشان تدخل، عشان ايه؟ ما تتبهدلش. شايفين؟ وتبقى كده. بس هم المفروض كان عملوا غطل دي، هم اغبياء شويه يعني، كان عملوا غطل دي. اما دول بقى الصغننين بتوع بقى الحواجب، بتوع بقى الاي شادو الصغير بتاع العين، فكده يعني. بس كده، ده كان فيديو النهارده عن مشترياتي من ميسو اللطيفه الرهيبه الخطيره الكيوته. ده كان فيديو النهارده عليهم بس كده. واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.